أكل وقت يقولون على ما قالوا يجيبون طعام من العراق يودونه حايل يبيعون يوم الوقت على ما قال قصيف أكل وقت هذاك ويوم أنهم جو حايل هناك على ما قال دلوا يبيعون طعامهم اللي معهم يقول يا من يجيها مكان رجل يقول يا من رجل على ما قال أقامته حلوة طويل لكن إنه تعبان بالحيل ما يدري وش السبب اللي مودعه له منه كم التعب ومنه كم بين إنه واضح وجه التعب كذا. أي واضح. سأله رحمة حسن قال أنت شوفك تقول ما أنت وليك يوبك شيء يوجعك شيء فيها؟ قال لا والله ما يوجعني شيء، أنا لي وغيدان هنا تغى وأنا أقرش على ظهري يجيب من الحطب يجيب من الحطب على ظهري وبيع وبنصف ريال وبربع ريال وهذا واشربه على ما قال خبيز لهم يأكلون منه ونوب ما حصل شيء ونوب وهذا والله اللي منه كان يعني متعبا ومهما بعد. نعم. قال أقول قال حنا يمكن باكر نخلص من على ما قال وننتقل لأهلنا البدونا اللي احنا جينا منهم ونترك خوي لنا أنت وعيالك. الساعة كذا تجي. ممتاز. هذا حسن يقول الساعة كذا ترنا ينتقلون وانت نبيك تحضر لجل تمشي معنا انت وعيالك. يقول يوم جت الساعة مثل ما ذكر يمر ما جاهم قالوا والله حنا ما حنا والله جالسين علشان خيطي بيطي ما ندري والله نبينا نمشي. قال حسن امشوا وهو ينوخ بعرين وحسن ويعدلهن يحتري هذا قد يجيه. نعم. يقول أنا طلعوا من الديرة ونهجوا ويقول يا مر أو هذا جاء وهو قيدان ويقول يدرجهم يزم واحد ويحطه ويقول مثل ما تقول مجاعة إفريقيا يقول ضاعت الفجاعة يقول الله. هو معه عدول أنت يا حسن وهو يقصر عراهن ويحطهن على كل جمل ويحطهم يعدلهم بالعدول يزمونهم يحطونهم ما يقدرون يمشون ولا يقدرون الله. وهو يجي هو يا خويه على ما قال راتبين البعير الثاني يوم خذوا هناك وجاء وقت المعشي مر هذول الله ومعشي يا مر شابين نيرانهم ومعشين وتعداهم شوي حسن جنبهم وهو ينوخ يوم نوخ وينزل الغيدان من العدول وهو سوته له وقال يا الربع أنا عندي شغلة ما أقدر يجيك وهو يسوي لها عشي عشاها. المهم سوى العشاء وعشاهم يوم هذا وهم يسرون على ما قالوا ويسري هم حاطنا الوقدام بالعدول. ياما جهله هو على هالحالة يوتلها وينزلهم ويرسبها لأنهم ما يقدرونهم على ما قال ما من حال تعمدهم على. نعم. يقول يوم جاء هالو وينزلهم عند هالو الشايب هذا أبوهم سن وش وين وهو بعد منها كم التعب الأول وقال لمعزبته الله أفطني لهم أعطيهم لبن وأعطيهم تمر وأعطيهم سوي لهم وسوي كل شيء لهم ومثل ما ذكر هذاك أبوهم يوم خذالوا له 3 أشهر أو 4 والله يوم غدا رجال ونشط تحسنت حاله وقال يا حسن أنا أبي أسرح أبي معلي غنم على ما قال أخذ شرطه وأنا هالحين صرت نشيط وصرت على ما قالوا. قال مار بسلامتك كيفك صرت مجدين
أنت ما أعرف كيفك، هذول العيال اللي هذول يجلدون عندي وأنت ما أعرف. قال اي بالله، ويسرح مع غنم عيد الله. لو ما أدري 4 سنين أو حوله، وهو ياخذ منها شرطة وياخذ منها. يوم هذا هذولاك قدوا هالحين خوش عيال نشطة ودلوا على ما قال. قال وش رايك؟ أنا هالحين خذيتها شروط وهذا. قال نبي ندور لك مرة، يقولوا حسن. ويخطب له ضوية ويجوزه إياه. ما شاء الله. والعيال عند حسن هالحسي غدوا جذعان، لو تطرد الواحد ما تلحقه. ما شاء الله. تحسن أحوالهم، ولهم يمكن 4 سنين أو 5 وهم عندهم يحظاهم وكل شيء، تسوتهم وعيشتهم ومراعاتهم عنا يمين ويسار. يجون أحد ولا يتحرش معه ما حد يعني حافظها. نعم. ويتجوز ويبني له بيت ويساعده حسن على بقية، على ما قالوا كلايبه. يوم انه خلص على ما قال هذا، قال لعياله عاد بكيفكم، تبغون عند عمك انت مذول، تبغون تجون يمي، انا الحين صرت راعي بيت وصرت زين. قالوا لله ما ننهج عن عمنا. نعم. حنا ما ننهج عن حسن. ويصير عنده هو على ما قال هو ياهم صبروا غدوا رجال. نعم. يوم انهم غدوا رجال، ولا يقولوا الحسن الا يا عمي، وويلك اللي يتكلم على عمي ولا يقول له شيء ولا نسمع منه كلمة. هذا عمنا. ويجلدون عنده. واليوم واحد النهج للشغل رجل، والأكبر منه بعد نهج وخذاله مرتم غيثية وجابع بعدين. ومعاضة واليمامر فرقتهم على ما قالوا الوظائف وفرقتهم، وهلا هم معه وعنده وعمنا مودعينه أبد، عم أخو أبوها. وهذه قصة حسن مع الغيثة اللي جابها من حايل. حتى غدوا رجال حقهم أول واحد يبغى هذا يكون ما يزحف زحيف، ما يقدر يسوى الحال. الله يرحمه.